السلام عليكم ورحمه الله. أنا أخوكم أحمد الغاوي، عدنا إليكم بفيديو جديد وهنحل مشكلة واجهتني أنا شخصيا لما نزلت ويندوز 11. أيوة، أنا نزل ويندوز 11 للأسف الشديد. أنا واحد كنت مرتاح مع ويندوز 10 نظام جميل خفيف، ده مشكلة مش كتير وسهل في التعامل مع المشاكل، وأنا تعودت عليه بصراحة. المهم يا صديقي، أنا كنت بكتب سكريبتات شروحات الأناهة عندي، أو لما كنت بحب أكتب أغنية أو اكتشف أخطاء في الأعمال الدرامية والسينمائية، كنت بحفظها في اسمه مستند نصي متناسق، اللي هو الامتداد بتاعه RTF. قبل ما تضحك عليا وتقول هو لسه في حد بيستخدمه يا أحمد، بصراحة عندك حق، لسه أنا كنت بستسهل الأمور واستخدمه عشان بس أكسب وقت الملف ده. يا صديقي، كنت بحافظ فيه الإضافات الخاصة بالبرامج اللي أنا بستخدمها، وطبعا وأنا بشتغل وإضافات كتير ومش معموله. افتكر كل ده لما يجي أنزل ويندوز جديد، الموضوع بيكون صعب جدا إنك تفتكر كل ده. دماغك في الوقت ده بتكون شغاله في كذا حاجة مع بعض: برامج، تعريفات، خطوط، تأثيرات، انتقالات، ألوان، تفعيل البرامج، أضافوا ده غير الآيميلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الشرح أرجو منكم تدعوا لي أستاذ الباشمهندس أحمد نجيب بالرحمة والمغفرة. موضوع يا صديقي، المهم يا صديقي، أحاول أفتح الملف ده على النظام تشغيل ويندوز 11 مش راضي. افتحه في المفكرة بيجيب لي أصفار وأرقام ومربعات، حاجات كده مش مفهومه. جربت افتحه على برنامج أدوبي إلوستريتور، ما اشتغل وفتح لي كده زي ما أنت شايف أرقام والكلام مش كامل، زائد إني كنت ضايف صور بسامي إضافات داخل الملف ده مش ظاهره معايا في قلب البرنامج. جربت على برنامج الفوتوشوب، الملف ما فتحش أصلا. أول تفكير جيب بالي في اللحظة دي إني أروح البرنامج فورمات فاكتوري، هو العنتيل في تحويل صيغه الملف، بس للأسف ما ينفعش برضو كل محول صيغه RTF لا يصيغه PDF أو أي صيغة أخرى، مش نافع خالص. وكاتب لي فشل فشل. زي ما انت شايف، قعدت ادور والف وادور لحد ما لقيت الموقع ده، والحمد لله رب العالمين قدرت احول الملف الى هتفتح جوجل أو أي متصفح وهتكتب كونفيرديو وهتدخل على أول رابط هيفتح معاك بالشكل ده، وكاتب لك من فوق محول الملفات، وديك شايف كاتب لك حول عدد ملفات كبير جدا بحجم 1519 في 99 تيرا. المهم سيبك من الكلام ده كله وهدوس على اختر الملفات. هيفتح معاك الملفات على الكمبيوتر، هتختار الملف اللي انت عايز تحول صيغته ثم اوبن او هتضغط عليه 2 كليك. من هنا بقى هتحدد صيغة الملف اللي حضرتك عاوز تحول، وأنا أختار PDF ثم تحويل، وهتسيب الموقع يشتغل وحضرتك قاعد برنس منتظر. الموقع بيطول على حسب حجم الملف، تقريبا أنا خد معايا حوالي 5 ويل نت. يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟ كان كويس عندي جدا، بس هو الموقع بياخد وقت زي ما حضرتك شايف كده. الموقع خلص، هتضغط على كلمة تنزيل هينزل معاك عادي خالص، وما تقلقش لو صور أو روابط هتكون شغاله بأمر الله. زي ما حضرتك شايفه الملف فتح معايا بكل اللي فيه، وهنجرب الروابط مع بعضينا هنشوف الدنيا ماشية ازاي. دي كل الإضافات اللي أنا بستخدمها في شغلي ومكتبه. الدرايفرز دي 100 جيجا لوحدها. حضرتك مش متخيل لو أنا خسرت الملف ده كان هيكون حالتي النفسية عامله إزاي. زي ما بنقول كده، ده كل تعب في رحلة المونتاج. أنا كان لازم أشارك معاكم الفيديو ده وأنا بحل المشكلة دي، خصوصا إن دي أول مشكلة تواجهني أنا بعد استخدام نظام تشغيل ويندوز 11، وإن شاء الله تكون آخر مشكلة. وأنا ما أظنش الكلام ده، ويندوز 11 كله مشاكل، ويا رب يا رب ابعدنا عن مشاكل. بس كده يا عم، سلام. كان معاكم أخوك أحمد الغاوي، وده صوت بالإيه.